اولا مساء الفل يا شباب، يعني اهلا بيكم. مبسوط ان احنا رجعنا نسجل تاني ونخش ميتينجز تاني ونتكلم. آه، اول حاجه عموما هندي مثلا انتروديوس سريع عن ايه جيت وان ايه جيت هاب او ايه، ليه بنستعمله، او شويه كلام مثلا نظري قبل ما نخش على العملي ونخش نكتب اوامر جيت ونستعمله تطبيق عملي يعني مع بعض. قبل ما نكتب سطر كود واحد وقبل ما نتكلم عن ازاي نعمل كومبوننت او نظبط اليو اي، في حيطه سد كلنا بنلبس فيها في البدايه، وهي ازاي هننظم الكود ده. مثلا تخيلوا معايا سيناريو مثلا ده: انت وصاحبك شغالين في بروجكت تخرج او في بروجكت الكليه مثلا، في ماده ما عندنا في الكليه. انت عملت صفحه الهوم، هو عمل صفحه اللوجن. هتعملوا ايه عشان تجمعوا الشغل ده مع بعض؟ هتبعت له الفولدر مضغوط على واتساب، وهو يفك الضغط وياخد الكود بتاعك كوبي يحطه عنده. طبعا ده اول حاجه غلط ويترتب عليه مشاكل، لان هتلاقي الكود اصلا السي اس اس ضرب لو انتوا مثلا مجمعين الكود السي اس اس في ملف واحد. او عامل مثلا انتوا عملتوا حاجه مثلا، زي ان انتوا مثلا عملتوا دوت اتش 1 او الاتش 1 مثلا عملتوه بستايل معين، هو عمله برضه عنده بستايل معين، فانتوا جمعتوه فالدنيا ضربت. الصفحه هتبوظ وتقعدوا تدوروا بقى مين اللي مسح الكود بتاع التاني، وبعدين تلاقي الفولدرات على جهازك متسميها ايه: بروجكت فاينل او بروجكت فاينل فيرجن 2، بروجكت فاينل فيرجن 3. ان انت مثلا بتعمل مثلا تعديل. طب انت عاوز مثلا تعمل تعديل تاني في صفحه تانية، وعاوز تسيب الكود القديم وفي نفس الوقت داخل تبوظ الكود الجديد، او مش داخل تبوظ بس نفس الفكره اللي هو انت داخل تعمل تعديل معين، فالدنيا هتبوظ. يعني ده مش حل منطقي. فالحاجات دي عمرها ما تحصل في بيئة عمل او بيئة شغل حقيقية. يعني مفيش شركة في العالم هتقول لك ابعت لي الكود على فلاشة، او عشان احنا هنا بنشتغل شغل شركات محترفة يعني وبتاع، فكان لازم اول ميتنج لينا نكون عن الجيت والجيت هاب. والاداة اللي هتحميك انك تفقد الشغل بتاعك وهتخلينا نشتغل كلنا في نفس اللحظة على نفس البروجكت من غير ما نكسر كود بعض. تعال نمشي هنا زي ما شايفين قدامكم السلايد 1، الاوريجين ستوري اللي هو 2005 بداية قصتنا. عشان تحسوا بعظمة الأداة دي لازم تعرفوا هي جت منين. الحكاية بدأت سنة 2005 مع أستاذ البرمجة ووحش البرمجة لينوس تروفالدس. واللي ما يعرفوش فهو أنا بعتبره زي قدوتي يعني عموما في المجال، هو حاجة كبيرة جدا. مش فاكر أنا كنت غيرت هنا ولا لأ. لا، ده هنا مارك ماشي. بس أنا كنت جات لي فترة كنت بحط عنده هنا، عندي هنا في الوول بيبر للجهاز. هو اصلا على اللاب بتاعي، لان انا بي سي، هو اللاب بتاعي محطوط صورته يعني، فانا واخده زي قدوه عندي اصلا في المجال، هو ومارك كامو. فالراجل ده لو ما تعرفوش فهو ده اللي عمل اصلا لينكس، وهو ده اللي عمل جيت. اللي مشغل لينكس اصلا، اللي مشغل معظم سيرفرات العالم دلوقتي، وجيت اللي ما فيش ولا شركه بتستعملوش. الحكايه بدات ان هي وقتها كان في الاف المبرمجين بيكتبوا كود في نفس الوقت عشان يطوروا لينكس. الاداه اللي كانوا بيستخدموها عشان يجمعوا الشغل فجاه باظت، والشركه صاحبتها صاحبتها قالت لهم هتدفعوا فلوس عشان تستخدموها. تخيلوا الكارثه: الاف المبرمجين مش عارفين يجمعوا شغلهم وكل حاجه وقفت. لينوس طبعا العبقري بتاعنا ما عجبوش الكلام ده، وقفل على نفسه الاوضه حوالي اسبوعين او ثلاثه بالكتير. وطلع للعالم باختراع اسمه جيت. لينوس عمله عشان يكون سريع جدا ومجاني، والاهم انه يكون ديستريبيوت. طب يعني ايه ديستريبيوتد؟ يعني لو السيرفر الرئيسي اللي عليه كود ولع او انفجر او حصل له اي حاجه، البروجكت مش هيضيع، لان كل واحد فينا على اللاب بتاعه عنده نسخه كامله من البروجكت من اول يوم اتعمل فيه لحد اللحظه دي. فالدنيا في الامان منه يعني. تاني سلايد معانا هو الجيت والجيت هاب. او يعني هل هما الاثنين دول مش نفس الحاجه عموما يعني، وهما الاثنين برضو يعني هما برضو يعتبر زي مكملين لبعض. في ناس كتير في ناس في البدايه كتير بيفتكروا ان جيت هو جيت هاب. لا، دول حاجتين مختلفين تماما بس بيكملوا بعض. عشان ابسطها لكم، تخيلوا ان الجيت هو الكاميرا بتاعتك والجيت هاب هو الانستجرام. الجيت الكاميرا، ده السوفت وير اللي بتنزله وتسطبه عندك على اللابتوب. ده شغال اوفلاين عادي من غير نت، وظيفته انه يراقب الفايلات بتاعتك زي مثلا آلة زمن ماشية وراك. ضفت سطر يسجله، طب مسحت فايل يسجله برضه، لو عكيت الدنيا بضغط زرار يرجع لك كود زي ما كان امبارح بالظبط. الجيت هاب الانستجرام: انت صورت الصور، كتبت الكود، وعاوز توريها للناس بقى. الجيت هاب ده الموقع او الكلاود، اللي هو الحاجه زي انك بترفع حاجه على السيرفر او حاجه مثلا للعالم كله، مش على اللوكال مثلا ماشين بتاعتك اللي هي الجهاز بتاعك. بترفعها زي بترفعها على النت عموما. عامل زي جوجل درايف كده بس للمبرمجين. ده المكان اللي التيم كله بيتجمع عليه عشان يشوف التعديلات. والمكان برضو اللي اتش ار في اي شركه هيدخله عشان يشوف مستواك قبل ما يعمل لك انترفيو. يعني بيخش برضو على لينكد ان او جيت هاب، بس اساسيات برضو جيت هاب لانه بيشوف كل المشاريع اللي انت عملتها وازاي
او مثلا لو حد تكنيكال مثلا بيقيمك فهو بيخش على جيت هاب عندك. تعال نخش بعدها على سلايد 3. سلايد 3، قبل ما نفتح التيرمينال ونبص اوامر لازم نفهم الجيت بيفكر ازاي. الجيت بيقسم دنيته لثلاث محطات اساسيه. ركزوا معايا في مثال السوبر ماركت ده لانه يخليكم ما تنسوهاش ابدا. الوركينج دايركتوري هو السوبر ماركت، يعني الوركينج دايركتوري ده هو السوبر ماركت. آه، السوبر ماركت ده المكان اللي انت بتتمشى فيه، بتفتح الفي اس كود، بتكتب كود، بتعدل ستايل زرار، بتعمل كومبوننت جديد. انت هنا لسه بتجرب وبتلعب. طب الستaging اريا، عربة المشتريات. انت عجبتك علبة جبنة حطيتها في العربية في الجيت. انت خلصت فايل الهيدر مثلا دوت فيو او مثلا اندكس دوت اتش ام ال او اي حاجه مثلا انت شغال عليها. هيدر مثلا دوت تي اس اكس زي لو في رياكت، او في هيدر دوت فيو في فيو. واتاكدت انه شغال، فبتقوم ضايفه في عربيه المشتريات. الفايل ده كده بقى جاهز انه يتسيف، بس لسه ما تسيفش بشكل نهائي. لو غيرت رايك ممكن ترجع له، ممكن ترجعه الرفع. اللوكال ريبوزيتوري هو الكاشير. هنا انت رحت دفعت الفلوس واخدت الفاتوره في الجيت. انت كده عملت حفظ نهائي للشغل اللي كان في العربيه، وتسجل في الهيستوري بتاعك كلقطه سناب شوت مستحيل تتمسح. فهو كل حاجه دلوقتي بتتخزن لما انت رفعت على اللوكال ريبوزيتوري بتاعتك. كل ده كان كلام نظري، فنخش نخش على الشغل الحقيقي، او ننزل مثلا زي انه بننزل الملعب مثلا، اللي هو ازاي ابدا بروجكت عموما. فاول حاجه اصلا بيكون عندك حالتين. الحاله الاولى ان انت تبدا من الصفر، انت لسه مكريت فولدر فاضي خالص وعاوز تبدا. تفتح التيرمينال تكتب الاوامر اللي لسه هنعملها من شويه، لسه هنعملها كمان شويه يعني. الحاله التانية البروجكت اصلا موجود، يعني انت مثلا داخل على في تيم اصلا كان موجود معاك مثلا في الكليه. انت دخلت التيم وهم اصلا كانوا بادئين البروجكت، وانت بقى خلاص عاوز تدخل البروجكت بقى وتعمل كونتريبيوت وتغامل فيها. فاول حاجه دول تعال نبدا مثلا. اول حاجه احنا هنا في السي ام دي هنعمل هنا ميك دايركت مثلا، ده في السي مثلا ذات نفسه، او خلينا نروح على فايل هنا معين، خلينا هنا الداونلود. فاحنا نعمل ايه؟ عاوزين مثلا نفتح الداونلود هنا، هنفتح نعمل سي دي اللي هو بيغير مكان الحاجات اللي انت واقف عليها دي. انا مثلا عملت سي دي دوت دوت، ده بيرجع خطوتين لورا. سي دي دوت دوت بيرجع خطوتين لورا. بقيت انا فين؟ بقيت انا على السي. بقيت سي دي بعمل داونلودز. هو اسمي متغير. خلينا مثلا نمشي مثلا على نخش على هنا السي، ونخش مثلا خلينا السي ذات نفسه، ونبدأ نعمل ميك دايركتوري. ميك دايركتوري ده اللي هو بينشئ فايل. خليه مثلا اسمه امين مثلا، او جيت. هنا لو جيت عملت هتلاقي هنا اتعمل فولدر اسمه جيت، سي دي جيت. دخلت جوه فولدر الجيت. طب انا عاوز اعمل ابدا فولدر او ابدا انزل جيت عندي. واول حاجه برضو عشان نكون يعني برضو نسيت برضو اننا نعمل انستول لجيت. بتنزل اداه جيت عندك على الجهاز على اللوكال ريبوزيتوري، وبعدين تقوم انت تعمل لها انستول وتعمل تمشي الامور العاديه. ده لو انت اصلا ما كانش عندك جيت خالص تبدا تعمل. لو ما عندكش جيت هاب، تخش على جيت هاب تعمل او ما تخش هنا مش هتلاقي هنا الدنيا تمام. تعمل ساين ان او ريجستر على حسب الدنيا عندك. هو بس اهم حاجه بس صوتي واضح والدنيا تمام ولا؟ ماشي. اول حاجه هتخش عندك هنا مثلا هتعمل ساين ان. لو انت مش عندك اصلا لسه حساب على جيت هاب هتخش تعمل ساين ان ريجستر قصدي. والخطوات العاديه بتاعت اي حساب، بتحط ايميلك وتبعت لك او تي بي اعتقد يعني. مش فاكر والله كان الفلو كان ماشي ازاي. تمام. خلينا نمشي ان انت عندك نزلت الاتنين دول وعملت كل حاجه. حتى مثلا لما تيجي تعمل هنا هتلاقي لا ما بيبانش هنا عشان هنا ويندوز 11. هتلاقي هنا اصلا ان هو في اختصار ان انت بتضيف جيت مره واحده يعني من عندك. في برضو طريقتين نسيت اقولهم، ان انت ممكن تتعامل مع الكوماند في بقى لا ده جيبل. في طريقتين ان انت بتتعامل مع الكوماند هنا، وفي طريقه تانية ان انت في ديسكتوب جيت ديسكتوب بتتعامل منه برضو، ما بتكتبش كوماند هنا. بس انا احسن عشان تفهم الورك فلو وعشان تفهم الدنيا بتمشي ازاي، فانا هنمشيها هنا ان احنا نكتب كوماند. وانا اصلا في العموم ما بحبش الجيت ديسكتوب. الجيت ديسكتوب انت مثلا عاوز ترفع تعديل فانت بتدوس زرار ان انت تعمل كوميت. لا هو ده اسهل بالنسبه لي واسلس والدنيا تمام فيه يعني. فخلينا نمشي الكيس بتاعت ان احنا يعني مثلا ماشي. خلينا نمشي مثلا انا نجيب كلون لليو ار ال. في مثلا ريبو هنا مثلا ده ريبو موجود عموما مرفوعه. يعني مثلا خلينا في ايه، في ساخر مثلا ده كان
باكج مانجر كنت عاملها، هتجيب الاس اس اتش بعدين تعمل ايه. اول حاجه برضو لو انت برضو لسه منزل جيت جديد بتعمل عشان برضو حته ان هو ما يضيفش كل شويه يفضل يسالك، لان هو انا برضو لازم تعمل لوجن. فانت تيجي تعمل اصلا جيت اصلا في الاول يقول لك انت مين وده ايه، او عموما وفين حسابك ان انت بتاع الجيت والجيت هاب يعني وكده، عشان لما تيجي تعمل كونتريبيوشن في اي حته هنا هيقول لك البتاع. فكان في هنا اختصار هنا ثانيه هتلاقي اس اس اتش. بتضيف ده الكوماند ده بيضيف عندك بيكريت اس اس اتش كي. ده بيضيف اللي هو مثلا لو جيت هنا دخلت ثانية خليكم معايا، كان في هنا اس اس اتش هنا بضيف اس اس اتش كي. فهنا بضيف مثلا انا كنت ضايف اتنين، فده الهوم وده كان في جهاز الشركة، فبضيف هنا اس اس اتش كي وبيضيفه بيعمل يعني وكده. فالاس اس اتش كي ده بيكون زي المفتاح بتاعك. انت بدل ما تعمل كل شويه لوجن هنا، كل شويه هتطلب منك الايميل والباسورد، لا انت لما انا اثبت اس اس اتش كي وبيتحفظ هناك. فانت اول حاجه بتعمل جنريت للاس اس اتش كي وتحط الكوماند ده، ممكن برضه ابعته لكم. بتحط هنا الايميل بتاعك اللي انت عملت بيه جيت هاب. تعمل انتر. اول حاجه هيطلب منك كان اول حاجه كان متهيألي كان بيطلب ان انت عاوز تضيف باسورد وايه المكان اللي انت تحفظه فيه. فانت ممكن تعمل في الديفولت بتاعه تضغط انتر وهيضيف باسورد ولا لا. ممكن تضيف برضه دلوقتي ديفولت وما فيش حاجه يعني على اللوكال. الاس اس اتش كي ده بتعمل جنريت ليه على اللوكال عندك فتمام. هنا برضو بيشو الاس اس اتش كي يوز جنريت ده اللي انت عملت خلاص. هنا انتر خلاص الاس اس اتش كي اتعرض. طب انت عاوز تعرضه بتضيف الكوماند ده خلاص بيظهر لك هنا في الكوماند الاس اس اتش كي اللي انت عامل عنده. فانت اول حاجه بتقوم جاي انت بتقوم جاي انت واخد الكوبي اول ما تعمل الكوماند ده. هيظهر لك الاس اس اتش كي بتاعك. تاني حاجه هتقوم جاي انت رايح هنا، تقوم جاي انت عامل اد نيو اس اس اتش كي، تقوم جاي ضايفه هناك اللي انت عملته كوبي. ممكن تسمي هنا الاسم زي اي حاجه مثلا. خلينا نمشي هنا التايتل هنا وبعدين تضيف الكي هنا تعمل اد اس اتش كي. بس كده خلاص تمام. عاوز تعمل عاوز تتاكد تكتب الكوماند ده هتلاقي بيقول لك هاي مش عارف امين يو ويلكم تو جيت او جيت هاب يعني كده. فتمام خلينا نمشي السايكل التانية ان احنا نجيب كلون من بروجكت موجود. زي مثلا اي بروجكت هنا. خلينا ماشي اي حاجة. ده بروجكت اصلا موجود يعني انت دلوقتي دخلت تيم والبروجكت اصلا موجود وانت عاوز تبدأ تكونتريبيوت فيه. فاول حاجة هتعمل جيت كلون. تلاقي بيعمل ايه كلوننج مش عارف ايه في ده كان تريد ريموت ريبوزيتوري بليز ميك يو شور. عشان انا ما عنديش اكسس عليه يعني فلسه عشان ده اكونت تاني. فخلينا نمشي هنا سايكل تانية. ده الاس اس اتش كي. فبدل ما نغير الاس اس اتش كي اروح على الاكونت التاني. او يمكن عشان اصلا يعني خلينا نفتح تيرمينال عشان الكوماند لاين انا مش معرف عليه الدنيا دي. خلينا نفتح تيرمينال جوه الفي اس كود او المتصفح عندي. ثانية. عشان بس اختصارا لوقتكم ما نعملش السايكل تاني حتة ان انا اضيف الاس اس اتش كي جوه هنا وبعدين نمشي السايكل وكده يعني. فخلينا مثلا هنا نمشي على بتاع اللي احنا عملناه من شوية الميك دايركتور اللي احنا عملناه. واللي ما يعرفش انتي جرافيتي ده هو نسخة من في اس كود زي كورسر كده بالظبط لو انتوا عارفين كورسر. فهو نفس زي كلون اصلا من في اس كود بس متغير فيه ومدعوم تبع جوجل وكده يعني. هنعمل هنا جيت كلون ونضيف دي نفس الفكرة البابليك كي كود نوت ريد الاكسس مش عارف ايه. تمام ممكن نبقى نحل المشكلة دي بعدين ونكمل زي ما احنا في حتة اللي هنا دي. اول حاجة انت بتبدأ تجيب كلون. انا مش عارف ايه المشكلة دي يمكن الاس اس تشيك يتحذف او حاجه. فخلينا نمشي سايكل تانية ان احنا اول حاجه بتعمل جيت انيشاليز.
بتعمل جيت انيشاليز اللي هو بتنزل ده لو هو مثلا انت بتحاول تكريت ريبو جديد. جيت انت اللي هو بتضيف خلينا مثلا نمشي سايكل تانية نحاول نشوف برضو المشكلة فين. هو تمام هنا كوزيفاي، بس كوزيفاي مش جاي. هنا بنبدأ نعمل جيت انيشاليز. انت بتنزل جيت انيشاليز ده اللي هو بيعمل بيكريت جيت عندك. خلاص هنا بقى جيت هنا، بس لو جيت فتحت اصلا الفولدر مش هتلاقيه موجود، يعني هو مش موجود لان هو هيدن. فخلينا نبدأ نعمل ريبو جديد. مثلا انت عاوز تكريت ريبو جديد، سميها مثلا اي اسم انا عايزه. ده اللي هو كريت نيو ريبوزيتوري. هتلاقيها مثلا هنا في الريبو، لو في الريبو وتعمل كريت نيو ريبوزيتوري خلي مثلا جيت هاب اي حاجه مثلا. ده الديسكريبشن اللي عاوز تضيف. في هنا برضو الفيزيبيليتي لو انت عاوز تخليها بابليك او برايفت. نعمل هنا كريت ريبوزيتوري. اول حاجه هتظهر لك على الشكل ده. هتلاقي اصلا هنا جنريت نيو ريبوزيتوري لو انت ما عندكش اصلا حاجه على اللوكال عندك، او اللي انت عندك اصلا موجود وعاوز تغيرها. او انت عندك مثلا كود اصلا موجود وكل حاجه تمام، فده هتبدا معاه من ده. فلو انت اصلا عندك لسه حاجه فاضيه زي اللي احنا عملناها من شويه دي، نبدا نعملها. فهنا هتلاقي مثلا جيت انيشاليز، جيت اد، ريد مي، جيت كوميت، مش عارف ايه. فخلينا نمشي سايكل مثلا واحده واحده. انت دلوقتي عملت عاوز تنزل عندك، او مثلا انت عندك كريت ريبو من الصفر وعاوز ترفعها على الريبو اللي انت عملتها هنا. هتعمل جيت انيشاليز اللي هو اول حاجه بينزل عندك دوت جيت، او بيعرف جيت عندك في بتاع اللي انت واقف عليها دي اللي هو جيت. فكك من دي نمسحها مثلا عشان ما تلخبطناش. فماشي. نعمل هنا اول حاجه هنغير البرانش، او مثلا خلينا نضيف مثلا مثلا كلمه جديده مثلا او حاجه index.html. خلينا مثلا هتلاقي هنا اول حاجه اتعمل بايو. يو ده اللي هو اصلا مش يعني لسه ما اترفعش، او لسه حاجه جديده ما اتعملتش، او ما حصلهاش اي حاجه. هنمشي برضه سايكل كمان شويه هتلاقيها اتغيرت لام، وهنشوف برضه مع بعض. اول حاجه مثلا انت عاوز تربط الريبو اللي عندك على اللوكال دي بالريبو اللي هي دي اللي هو امين. هتلاقي مثلا هنا https github.com واليوزر نيم بتاعك، وبعد كده اسم الريبو اللي انت عملتها. فجيت ريمود اد اوريجين اللي هو بيخلي الريبو بتاعتك تتضاف هنا. فنعمل هنا كوبي مثلا للكوماند ده كده. خلاص ان الامر تمام. فبعد كده هنعمل جيت اد. انت دلوقتي في عندك كذا ستيتس. ان انت مثلا عاوز تعمل جيت اد، لو انت مثلا عندك مين دوت سي اس اس مثلا يعني في عندك فايلين، انت عاوز ترفع فايل واحد منهم، هتعمل جيت اد index دوت html. انت رفعت الفايل ده اللي هو ايه، هتلاقي السيريز بتاعته اتغيرت لايه. انت دلوقتي بقيت على هنا هتلاقي، بص هنا هتلاقي نمسك السايكل مثلا تانية. هنا فتحنا فايرفوكس. تلاقي هنا لو احنا شرحنا برضه من فوق في الوركينج دايركتوري ده اللي هو انت عندك لسه في البتاع، عندك لسه كل حاجه تمام في الستaging اريا، وبعدين بقى في اللوكال ريبو. احنا دلوقتي بقينا في الستaging اريا، يعني الاندكس اتش تي ام ال ده بقى في الستaging اريا. خلينا برضو ممكن ما نركزش في المصطلحات دلوقتي، يعني ممكن هتيجي مع الوقت، بس اهم حاجه برضو لازم نفهم الدنيا يعني. بعد كده هنروح مثلا هنا. خلينا برضو نمشي هنا، خلينا برضو يكون ده مرجع لنا في الاول. بس بعد كده هتلاقي الدنيا واضحه، وبتكريت اصلا ريبو من غير ما تبص على كل الكلام ده. انا بكريت ريبو من غير ما ابص عليه. ممكن مثلا باخد البتاع ده بحيث برضو ايه يسهل عليا، بس يعني ده اللي باخده بس لما اجي اكريت ريبو جديد. الباقي الدنيا بتلاقيها سهله محفوظه، الدنيا تمام. فانا عملت جيت اد للاندكس اتش تي ام ال. اجي عاوز مثلا اعرف انا ضفت ايه او لسه ايه اللي ما اتضافش، جيت ستاتس. هتلاقي بيقول لك ان انت changes to be committed اللي هو انت عملت اللي انت حملته، اللي انت ضفته اصلا اللي هو الاندكس دوت اتش تي ام ال. اللي انت ما ضفتوش مين دوت سي اس هتلاقي اصلا بيتعمل هنا بالاخضر هنا بالاحمر. فاختصارا انت بتعمل عاوز تضيف كل اللي انت عملت له تعديلات، تعمل جيت اد دوت. ده بيضيف اي حاجه انت عملتها كده. خلاص بقى الاتنين ايه. طب انت عاوز تعمل كوميت. الكوميت فايدته ايه؟ الكوميت هتلاقي هنا
في بقى الستaging اريا وبعدين اللوكال ريبوزيتوري. ده الكوميت اللي هو الكوميت مسج ده اللي بتقدر ترجع له في اي وقت، وبالذات برضو احنا بنضيف كوميت مسج واضحة عشان نقدر نعمل لها. وفي برضو هنا لو عاوزين تبصوا على هنا الكوميت مسجز، ده البيست براكتس عشان نقدر نعمل لها. لو انت بتعمل مثلا فيتشر جديدة، بتعمل مثلا تكتب هنا فيت، وتعمل مثلا بقى تعمل الديسكريبشن بتاع دي نيو فيتشر فور ذا يوزر نوت فيتشر فور بيلد سكريبت او حاجه زي كده يعني. زي هتلاقي برضو بيشرح لك الدنيا يعني. هتلاقي مثلا مثلا امبلمنت اي حاجه، يوزر مثلا اي حاجه. فده انت بتكتب الكوماند كده، الكومنت كده عشان تقدر ترجع له بعدين، بحيث برضو الدنيا تكون واضحه وكلين يعني. بحيث برضو لو عاوز ترجع، لو في مثلا بروجكت مثلا من شهر وانت عملت كومنتات كتير، انت مثلا بتكتب كومنت مثلا فيكس كل شويه، فيكس فيكس فيكس، بتستسهل وما بتكتبش البتاع. فانت بتضيف الكومنت، بتضيف الحاجه بحيث ترجع لها، والدنيا تبقى سهله بحيث ان انت تعرف اصلا ترجع له في ثانيه يعني، بدل ما تفضل تفتح الكود وتشوف مثلا تاريخ الكومنتات اللي اتعملت. فالدنيا تبقى بسيطه. جيت كوميت داش ام بتعمل مثلا الكوميت مسج اللي انت عاوزها. تالت حاجة كنا مثلا لو جينا هنا هتلاقي في برضو حاجة احنا نسيناها، اللي هو الجيت برانش الام مين. فالديفولت اصلا بيكون المين اللي فيه برانش مين وفيه برانش ماستر. احنا واقفين دلوقتي على الماستر، فاحنا نعمل كده، نغير البرانش نخليه المين. هنيجي برضو على البرانش كمان شوية. هنا نعمل جيت كوميت داش ام مثلا initialize project init او first initial image مثلا او first commit. احنا دلوقتي بقى عملنا اتنين فايلز بقى اتعمل لهم كوميت. خلاص انا مثلا لو عاوز اعمل كده، خلينا مثلا دوت امين، تلاقي هنا الستاتس بتاعته اتغيرت لام. انا امين مثلا ام، فانا هتلاقي الستاتس بتاعته اتغيرت لام. معنى كده ان هو في تعديل حصل له ومحتاج بقى ان هو يتعمل. بعد كده انت عملت بقى عاوز ترفع التعديلات دي اللي انت عملتها لل هنا في على البتاع على جيت هاب هنا، تربطه بالريبو دي. انا دلوقتي خلاص انا ربطته بالريبو اللي هي دي جيت ريمود، ماشي. فبعد كده نعمل جيت بوش اوريجين مين. تلاقي هنا برضو جيت بوش يو اوريجين مين يو برضو، بحيث ان هي تعمل يعني اول عشان اول مره كده هيبوش التعديلات او هيبوش الحاجات اللي انا عملتها او كريتها على المين الاوريجين مين اللي هو البرانش المين. هنا جينا هنا نعمل ريفرش، خلاص اهي الاندكس اتش ام ال والمين سي اس. طب انا دلوقتي عاوز اعمل تعديل ايه مثلا color red اي حاجه مثلا. هتلاقي هنا برضو جيت اد، عاوز تعمل مين دوت سي اس اس مثلا. لو انت عاوز ترفع التعديل ده بس، انت مثلا عملت ده وعاوز ترفع التعديل ده بس، مش عاوز ترفع اللي في الاندكس دوت اتش ام ال، تعمل جيت اد مين دوت سي اس اس بس. انت دلوقتي عملت جيت ضفت، لو انا جيت انا عملت هنا جيت ستاتس اندكس دوت اتش تي ام ال، ده اللي هو لسه ما اتضافش. واللي اتضاف المين سيسس اللي احنا عملناه اللي هو جيت اد مين سيسس. عاوز تريح دماغك نعمل جيت اد دوت جيت كوميت داش ام، ده اللي هو بقى بعد كده بيكونوا الاساس بتاعك والثابت. انت هنا ممكن ترفع التعديلات دي من هنا، ده برضو حاجه ادفانسد وممكن برضو يستعمل هنا ان انت تضيف كوميت مسج. بس في الاول خلينا ان احنا نمشي هنا. انا برضو لحد دلوقتي حاليا انا اي كوميت مسج او اي حاجه بتعامل معاها مع الجيت بفتح هنا التيرمينال، وبالذات هنا التيرمينال لان برضو السي ام دي بيكون مثلا انا بفتح لو هنا مثلا جيت سي ام دي، هتلاقي هنا بعيد والدنيا مش واضحه بالنسبه لي، بحيث ان انا ايه، في ناس بيكونوا كده مثلا فاتحين السي ام دي ويفضلوا يكتبوا كودينج عادي بيتعاملوا، بالذات برضو بتوع لينكس. لا بس انا ايه، بخليني هنا في نفس التابه في نفس البروجكت، اشوف التعديلات اللي انا عملتها، اشوف الحاجه اللي انا عملتها، وفي نفس الوقت بفتح هنا التيرمينال واعمل نيو تيرمينال وابدا اعيش. هنا برضو لو عاوز اعمل ام بي ام ران ديف اشغل المشروع مثلا عندي او حاجه. فخلينا دلوقتي في بتاع السايكل دي مثلا جيت كوميت داش ام. احنا مثلا ضفنا الكالر ريد فيت، او خلينا مثلا نمشي على الستايلات هنا مثلا بحيث برضو بتعملوها. هتلاقي في ستايل
فورماتنج، هتلاقي هنا مثلا ستايل ميك ايه كولر ريد مثلا يعني بوش. هنا بنعمل جيت بوش، او خلينا ماشي عشان مش عاوز نمشي الكيس دي، خلينا جيت بوش اوريجين، الاوريجين مين. ظبطتش، كنترول سي عشان نمسح الحاجات اللي احنا عملناها. بوش اوريجين هيبوش التعديلات اللي احنا عملناها والكوميتس اللي احنا كتبناها على المين. نيجي نعمل هنا ريفريش، هتلاقي هنا الكوميت مسج اتغيرت اللي احنا كتبناها من شويه. تلاقي هنا تو نيو كوميتس، في كوميت اللي هو الفيرست كوميت تقدر ترجع له وتشوف ايه اللي كان موجود وايه اللي انت ضفته وايه اللي انت ما ضفتوش. هتلاقي هنا الكود مفيش اصلا، يعني اول ما جينا نكريت المشروع ما كانش في اي حاجه خالص. تلاقي الاندكس والاتش ام ال فاضي، المين سي اس اس فاضي. تاني حاجه نخش هنا على الستايل، ميك مثلا كلر از ريد، ده اللي احنا ضفناه، ده برضو اللي احنا ضفناه برضو اللي هو كلر ريد، وهتلاقي الكوميت مسج هنا واضحه. تقدر بقى لو في مثلا بروجكت كبير انت عامل فيه مثلا 50 كوميتس او حاجه، ممكن برضو يعني لو فتحت مثلا بروجكتس اوبن سورسز مثلا، زي في برضو كذا بروجكت كبار يعني اوبن سورس، كام شركه برضو اوبن سورس، فممكن تفتح الكود بتاعها وتشوف تاريخ الكوميتس. تشوف هنا هتلاقي مثلا التعديلات اللي اتعملت، كل حاجه اي حاجه مثلا حصلت، فده بيكون زي مرجع ليها. ده عموما فايده جيت وجيت هاب. تعال نخش مثلا على مصطلح تاني وهو البرانش او الفرع. دلوقتي مثلا انا عاوز اعمل تعديل معين في مثلا ايه، انا عاوز اعمل فيتشر معينه مثلا في الهوم سكرين، ومش عاوز اضيع الكود اللي في المين، او مثلا عاوز اخلي الكود اللي في المين ده ثابت اساسي، بس في نفس الوقت ايه عشان برضو يكون كلين اكتر يعني وكده، فنعمل برانش جديد. طب ليه اصلا نعمل برانش جديد؟ ثواني. آه م- معلش ثواني بس كنت هو ليه؟ لان يعني مثلا لو انا سايب مثلا ده الديفولت بتاع المين، ليه مثلا المين بيكون هو النسخه المستقره او اللي اليوزر بيشوفه، او مثلا الحاجه اللايف. احنا مثلا رابطين كود مثلا موقع مثلا معين امين مثلا دوت كوم بالمين، فاي تعديله انا بضيفها على المين الكود بيسمع هنا وبيتروح يتضاف على ال امين دوت كوم مثلا. فاحنا هنا مثلا زي ايه بنخلق عالم موازي او بنخلق حاجه يعني زي فرع جديد مثلا للكود بتاعنا. احنا بنسحب مثلا من المين، بيكون الحاجه اللي احنا عاملينها مثلا دي المين، فبدل ما نعمل كوميت داش ام مثلا ونضيف ونرفع علم مين مره واحده، لا طب ما انا ايه، نخلينا نمشي ده مثلا، خلينا نمشي هنا مثلا، هنا نكتب جيت تشيك اوت داش بي. ده جيت تشيك اوت داش بي ده انا الامر اللي بيكون مثلا بسويتش ما بين برانش والتانية. يعني مثلا هنا جيت تشيك اوت ده يا اما انا بسويتش بين برانش موجود او بكريت برانش جديد. طب ازاي؟ جيت تشيك اوت داش بي ده بيكريت برانش جديد. جيت تشيك اوت ديفلوب مثلا بتاع اصلا البرانش ده موجود، فانا بسويتش للبرانش ده. فخلينا نمشي السايكل ان احنا نكريت برانش جديد داش بي هوم فيتشر. مثلا انا بعمل مثلا فيتشر عن الهوم سكرين، في برضو تسمية للبرانشز، في برضو مثلا اللي هو الهوت فيكس. لو انت مثلا في تعديلات على اللايف مثلا وانت بتعمل برانش جديد، الهوت فيكس اللي هو بتفيكس حاجة مستعجلة او حاجة يعني عاملة في مثلا اللي هو الفيت اللي هو الفيتشر مثلا هوم. في برضو الفيكس فيكس مثلا حاجة مثلا عاوز تصلحها وكده يعني. فانت برضو بتكريت اسم، بتكريت برانش على حسب الفيتشر او على حسب الحاجه اللي انت بتعملها، بحيث برضو تكون الدنيا واضحه تعرف ترجع لها في اي وقت. بدون الاسم ما يكونش مثلا بدل ما اعمل مثلا البرانش جديد اسمه تيست او حاجات شبه كده. فاحنا نسمي مثلا جيت تشيك اوت داش بي اللي هو خلاص بتلاقي عامل لك سويتش تو نيو برانش. طب انا لو رحت هنا اصلا هعمل ريفرش
مش هتلاقي حاجه اتضافت. ليه؟ لان هو خلاص هو عمل هنا التعديلات لوكال، بس لسه هنرفع بقى الكود ده. فانا مثلا انا ضفت، خلينا مثلا هنا في البادي h1 مثلا welcome from feed home. انا دلوقتي عملت تعديل على البرانش ده، انا دلوقتي واقف على البرانش ده، هتلاقي البرانش اللي انا واقف عليه هنا git add dot git commit dash m. انا دلوقتي عملت مثلا تعديل، ضفت h1، او مثلا هو مش الطبيعي ان انا بضيف h1، بس انا ضفت مثلا h1 دلوقتي اللي هو مثلا fit. خلينا نمشي البيست براكتس بتاع التسميه. ممكن برضو ببعت لكم الرابط بتاع التسميه دي، انا برضو مش حافظه، يعني مش حافظ كل حاجه بتكون فيه، بس انا بكتب كومنتات معبره. يعني مثلا انا بعمل فيكس مثلا لحاجه، بضيف ستايل، بكتب ستايل سيمي كولوم وبعدين بضيف الحاجه اللي انا عملتها. فانا عملت فيت مثلا اد h1 مثلا يعني، وبعدين نعمل جيت بوش اوريجين فيت هوم. بنضيف الاوريجين اللي هو اسم البرانش اللي احنا واقفين عليه، اللي هو احنا اصلا عاوزين نرفع عليه. جيت بوش اوريجين هوم. جينا نعمل ريفرش هنا، هتلاقي فيه حاجه هنا اضافت اللي هو الفيتشر هوم، اللي هو في برانش جديد اتضاف اسمه فيتشر هوم. طب دلوقتي لو انا اصلا فتحت جيت هاب اللي هو الاساسي الديفولت بتاعي بيكون المين، دلوقتي بقى انا دلوقتي عاوز اعرف، يعني مثلا انا عملت تعديل بدل ما ارفع على المين مره واحده، بحيث برضو لو اتنين شغالين في نفس البروجكت وواحد عمل تعديل مثلا على المين، ما يحصلش كونفليكت. الكونفليكت ده اللي هو ما معناه تعارض، تعارض ما بيحصلش تعارض ما بين الاكواد. انت كتبت في نفس الصفحه وهو كتب برضه في نفس الصفحه، فده مشكله. فالحل ان احنا نشوف نعرض نعمل كل واحد برانش مختلف، وفي نفس الوقت عشان برضه في نفس المشكله ان احنا ما يحصلش كونفليكتس، بحيث برضه ان هو شغال على نفس الفايل، فاحنا ما ينفعش نشتغل على نفس الفايل او ما نضيفش مثلا سطر جديد او حاجه، بحيث انه ما يحصلش تعارض او كونفليكتس حاجه نعملها يعني وكده. فاحنا مثلا دلوقتي عملنا البوش اوريجين فيت هوم مثلا اهو، عاوزين بقى نعمل في حاجه اسمها ميرج اللي هو الخلط، نخلط البرانش ده على البرانش التاني. هتلاقي تسمعوا مثلا مصطلح اللي هو اسمه بي ار اللي هو البول ريكوست. خلينا نكريت بول ريكوست، نيو نيو بول ريكوست. البيز اللي هو اللي انت عاوز تخلطه عليه اللي هو الحاجه الاساسيه اللي هو المين. هنعمل ايه؟ نضيف على الفيتشر هوم. في برضه في شركات مثلا انت بيكون في مثلا في بيرميشنز او في صلاحيات لحد، انت بتفتح بود ريكوست، ممكن اي حد يفتح بود ريكوست، كرييت مثلا هو بود ريكوست اللي هو الفيتشر التايتل اللي احنا عملناه. بس هنا انت بتيجي مثلا تيجي تعمل ميرج، ما ينفعش تعمل ميرج، انت مالكش صلاحيه انك تعمل ميرج على حاجه في المين. المين ده اللي هو مثلا الحاجه اللايف او البرودكشن عموما. فبتيجي هنا مش هتلاقي اصلا الزرار ده. ليه؟ لان مالكش صلاحيه انك تشوفه، عشان برضو انت مثلا لسه جونيور مثلا او حاجه وانت بتبش على برودكت كبير مثلا، او انت انترن مثلا بتبش على برودكت كبير او برودكت اصلا حاجه لايف، فما ينفعش تعمل. بتروح على التيم ليد تبعت البول ريكوست ده للتيم ليدر تقول له اقبله او اعمل كود ريفيو او شوف مثلا ايه اللي فيه او كده يعني. فانت دلوقتي بتعمل فخلينا نمشي برضو بكيس ان انت ضفت حاجه بتعمل ميرج للمين، الحاجه الاساسيه اللي انت بتعمل لها بتخلط عليها الفيتشر هوم. الفيتشر هوم ده اللي هو لاد اتش 1. هتلاقي هنا الحاجه اللي انت ضفتها ده اللي هو اصلا مش موجود، ده اللي احنا ضفناه في الفيتشر هوم. هتلاقي هنا الفايل اللي انت عملته، بالذات برضو لو في كذا فايل هتلاقي فيه كذا فايل مثلا هنا ظاهرين، مثلا التيم ليدر بتاعك يقدر بقى يشوف اللي انت عملته واللي انت ضفته واللي انت ما ضفتوش. تلاقي هنا مثلا في السالب انت دي كان ما كانش موجود، انت ضفت هنا h1 welcome from feed home، ده الفيتشر هوم اللي احنا هنعمل له ميرج دلوقتي. التيم ليدر مثلا شايف ان الدنيا تمام، وعرف مثلا شاف الكود او الدنيا تمام معاه، فيبدأ يعمل ميرج بود ريكوست. خلاص، خلاص جالي هنا ان هو ميرجد. نروح على المين، هتلاقي الكوميت بتاعك ظهر هنا اللي هو فيتشر اد اتش 1، واتضافت ما اتضافتش بالتاريخ اللي احنا عملناه في البول ريكوست. يعني احنا عملنا بول ريكوست ناو، هو اتعمل يعني الكوميت اتسيف بالوقت اللي احنا كتبنا فيه
الكوميت اللي هو الوقت ده. فدي ببساطة فكرة البرانش، وان انا كاري برانش جديد، او ايه فايدة اصلا ان انا كاري برانش. عشان ما نخلطش مثلا كود بعض، بحيث برضو ان هو يكون كل واحد شغال على برانش مختلف، بحيث ان هو يكون كلين، مش شغالين كلنا على برانش واحد. طب احنا مثلا حصل تعديل او حصل كونفليكت، فهنرجع مثلا كوميت قديم او حاجة، فلا، فخلينا نمشي هنا مثلا كده، وفي نفس الوقت نشوف نعمل مثلا حاجة. طب حصل كونفليكت مثلا، بنبدأ نعمل في حاجة. طب ثانية مثلا، خلينا نمشي الكيس دي. خلينا نمشي اي حاجة مثلا، وهنا مثلا هنضيف اي تعديل هنا في الاندكس HTML. هنا بنكمت على المين. هنا خلينا نختصر الوقت، لا ماشي. خلينا نختصر الوقت اننا نضيف الكوميت مسج، وبعدين نعمل جيت بوش على البرانش اللي احنا واقفين عليه اللي هو جيت فيت هوم. هنيجي نعمل هنا create pull request مين الكومبير، هو احنا هنعمل له كومبير عشان يتضاف على المين اللي هو ده. هتلاقي اصلا ظاهر لك ان هو كانت اوتوماتيكلي ميرج لان هيحصل فيه كونفليكت. تلاقي ظهر لك هنا، بص this branch is conflict has must be resolved. فانت عملت تعديل مثلا، يعني هتلاقوا مثلا لو لاحظتوا انا ضفت هنا حاجات، وفي نفس الصفحه، اصلا انا هناك ضفت في المين اللي احنا بنعمل له كومبير، اللي هو المين الاساسي ده، الحاجات اللي انا شغال عليها هوم، عليها على اللوكال. ده المين اللي هو اصلا مرفوع هناك، اللي انا ضفت عليه اوريدي التعديل مثلا المعين ده. فهيحصل بينا كونفليكت، تعارض ما بين البتاع هنا، لان هنا زي اللي هناك، وانا ضفت هناك، والمفروض برضو كنت اسحب الاول من هناك. تلاقي هنا resolve conflict، فينا accept current change او accept incoming change او accept post changes. انت دلوقتي عاوز تشوف الكرنت، الحاجات اللي انت هتضيفها، الاكسبت انكoming اللي موجوده اصلا قبل كده، او accept post change ان انت تضيف الاثنين. عملت هتضيف الاثنين، هتبقى الكودين دول موجودين. accept current change اللي هو الحاجات اللي انت ضفتها على اللوكال، اللي هي دي، ده اللي هيبقى موجود والتاني هيتمسح. accept incoming changes هتضيف هتسيب الحاجات اللي على البرودكشن اللي هو المين، وتمسح الكود ده. فده عموما الكونفليكت اللي بيحصل ما بين مثلا لو في حاجه بنبدا نحل الكونفليكت كده. فلو في مثلا حاجه بنعملها مثلا، انت متاكد ان الدنيا تمام، او التيم ليدر مثلا متاكد ان الدنيا تمام عندك لوكال، وعاوز تمرج مثلا على البرودكشن، تقوم انت عامل اكسبت كرنت تشينج. نفس الفكره برضو في التانية، لو العكس نعمل اكسبت انكoming تشينجز، والبوست تشينجز بيضيف الاثنين. فاحنا نعمل اكسبت كرنت تشينجز، تعمل هنا هتلاقي هنا برضو لو جيت تلاحظوا مثلا في الاول هتلاقي هنا ده ما كانش معمول، ده كان disabled. هنعمل هنا مارك از ريسولفد، تاني تعمل committing merge. كده خلاص عملنا ريسولف للكونفليكت اللي حصل. تلاقي هنا كان هنا الاول هتلاقي مثلا +7 بقى -16، لان احنا مسحنا الحاجات اللي كانت موجوده وضفنا الحاجات الجديده. بس ده ببساطة حتة الكونفليكت، ان مثلا لو حصل تعارض بينك وبين الشخص مثلا اللي انت عامل معاه حاجة، هو مثلا عاوز تخلط الاتنين، الفايلين دول في فايل واحد. فده فيتشر جميلة وعظيمة من جيت وجيت هاب، بتسهل على الدنيا وكده، يعني بحيث ان ايه، لو حصل كونفليكت تقدر تحله في وقتها. فبس ده باختصار الحتة دي. نرجع مثلا للنقطة التانية، الجيت ستاتس، اللي جيت كوميت ماشي، تيم كولابوريشن، جيت بوش، جيت بول. انت دلوقتي شغال مثلا هنا حتة الجيت بول. في مثلا، يعني مثلا خلينا واحد مثلا صاحبك عمل تعديل مثلا هنا، ضاف كلام وعمل كوميت ورفع التعديل بتاعه. طب انت دلوقتي عاوز تشتغل على نفس الفايل ده. لو جيتوا لاحظتوا من شوية، انا كنت شغال على نفس الفايل ده من غير ما اسحب التعديل اللي عمله. فعملت انا تعديلات من عندي، جيت ارفع حصل كونفليكت.
طب ازاي ما وصلش اصلا للكونفليكت؟ هو خلص التعديل بتاعه، ضاف الكلمه اهي مثلا، انا بروح هنا بعمل جيت بول، بسحب التعديلات اللي هو عملها. اوريجين كان اسمه ايه، مين، بسحب التعديلات على البرانش اللي اسمه مين. لو جيت لاحظته تلاقي الكلمه دي اتضافت، تلاقي بيقول لك اندكس html 4 مش عارف ايه، تلاقي هنا الكلمه دي اتضافت اللي انا لسه اصلا ضايفها من شويه، اللي هي دي انا اصلا كنت عامل عليها اصلا اهو تمام. دي الكلمه اللي اتضافت من شويه. ده كده مش هيحصل كونفليكت او يحصل اي حاجه. برضو جيت بول مثلا انا حصل تحديث معين على البرانش بتاع المين، فاوريدي بيقوم جاي عامل اي تحديث مثلا حصل، انا بعمل جيت بول الاوريجين مين مثلا او البرانش الجديد اللي انا عاوز اعمله مثلا، ف اوريدي بيقوم جاي واخد التعديلات من عنده. بس ده ببساطه النقطه دي. والجيت برانش، البرانش برضو جيت ميرج اللي بقى انا قلت لكم على حته الجيت ميرج، في جيت لوج بتجيب لك كل اللوج اللي انت عملتها، بيجيب لك تاريخ الكوميتات اللي انت عملتها، تلاقي مثلا كوميت مش عارف ايه هون الاوسر امين والامين ام في ومش عارف ايه، والديت فرايدي، وهتلاقي برضو الفيكس فورماتنج ايشو ان اندكس اتش تي ام ال، فيكس اد اتش 1، ده تاريخ الكوميتات اللي انت عملتها. في الجيت ستاش مثلا، خلينا نشرح حته الجيت ستاش. انت مثلا عاوز تعمل تعديل معين مثلا، او في حاجه طارئه عموما حصلت في السيستم عندك، انت عدلت مثلا، كتبت هنا كود مثلا اس اس مثلا، والتعديل ده مثلا انت مش عاوز تضيعه او مش عاوز تحصل فيه حاجه. وعموما في برضو طريقه ان انت تعمل اصلا تضيف التعديل ده على جيت هاب، بس في برضو حل اسرع اللي هو الجيت ستاش. انت بتحفظ الكود اللي انت عملته ده عندك على اللوكال، عشان مثلا لو في حصل، طب ثانيه مثلا اشرحها لكم في مثال احسن مثلا. حصل مثلا انت مش عاوز ترفع التعديل ده، وعاوز ترفع تعديل، او مثلا حصل حاجه طارئه على البرودكشن، او حصل مثلا تعديل معين، عاوز تضيف التعديل اللي انت هتكتبه هنا مثلا، او لسه اصلا ما عملتوش بس عاوز تشتغل هنا بس ومش عاوز تضيف التعديل اللي هنا، فانت بتعمل هنا تكتب كوماند بتاع الجيت ستاش، تكتب جيت ستاش بيخزن كل التعديلات دي محلي عنده. خلاص كده بقى عنده نسخة من الكود ده تقدر ترجع له بعد ما تخلص التعديل الطارئ اللي انت هتعمله، وبعدين تبدأ تكتب الكود هنا، الكود اللي انت هتعمله مثلا بوش تو برودكشن فيكس برودكشن مثلا. فخلاص هو اصلا خلاص مسيف البتاع ده، ومش هتلاقي اصلا هنا ام. وبعدين تعمل هنا، بعدين ترفع التعديلات اللي انت عملتها، هتلاقي التعديلات اللي انت عملتها اتعملت هنا. وبعد كده تبقى ترجع بالجيت ستاش، كان في جيت ستاش لوب مثلا او حاجه بتقدر ترجع للكود اللي هنا. بس ده برضو كيس مش، او هتلاقي مثلا جيت ستاش بوب، تقدر ترجع لاخر ستاش انت عملته اللي هو ده bring your finished work branch your door when you are ready. انت خلاص بقيت مستعد ان انت ترجع للحاجات اللي انت عملت للتعديلات اللي انت عملتها، تعمل جيت ستاش بوب هتظهر لك التعديلات دي. فده عشان برضو في الحالات الطارئة بس يعني. بس اعتقد ده ببساطة الكل يعني حاجات مثلا اساسية بتاعت جيت وجيت هاب. في برضو نقطة بتاعت الاس اس اتش كي مثلا اللي هي دي، بتعمل جيت كلون اليو ار ال ده. هي بص، هي هتمشي نفس السايكل بتاعت الجيت انيشاليزيشن، بس انت عملت جيت كلون لمشروع اصلا اوريدي موجود. انت عملت جيت كلون مثلا لبروجكت، وعشان بس في مشكله في الاس اس اتش كي عندي مثلا، خلينا نمشي سايكل تانية مثلا. ممكن ال HTTPS اصلا يشتغل اعتقد. هو اشتغل عشان ال HTTPS. يا ريتنا كنا وفرنا وقت ودخلنا على ال SSH، وفكينا من ال SSH ودخلنا على ال HTTPS. فانت بتعمل جيت كلون ل HTTPS اهون، جيت هاب دوت ثانيه جيت هاب دوت كوم
مين ام في ده اللي هو اليوزر نيم بتاعي ساخر دوت جيت اللي هو ده ساخر هتلاقي اصلا هو اصلا نفس البتاع ده بالظبط، بس هو بيضيف في الاخر دوت جيت عشان يقدر يقراه، الجيت يقدر يقراه. انا خلاص هنا عملت، خلينا نفتح الفايل مثلا ده، تلاقي هنا اكزامبل ساخر سيلكت فولدر. خلاص انا عملت كلون للبتاعه دي مثلا، خلاص المشروع كده بقى عندي موجود. تعمل هنا مثلا، هتيجي تعمل مثلا هنا لو تمشي مثلا السايكل التانية تعمل initialize لجيت، هنا هتلاقي اصلا اللي هو بيقول لك existing repository اللي هو اصلا جيت اصلا كان موجود هنا. طب انت عاوز تضيف ثانية، خلينا نرجع هنا، هتلاقي هنا الجيت هاب، جيت هاب كومنتس. كان الكومنت هنا، انا نسيت الكومنت بصراحة. خلينا نكريت مثلا، احنا مثلا احنا خدنا البروجكت ده مثلا هو هنا ساخر، بنبدأ خلاص احنا عاوزين نضيفه عندنا جوه بروجكت مثلا جديد. فانا كريت بروجكت مثلا اصلا اوريدي موجود فيه كل حاجة. هتعمل مثلا هنا ساخر تيست، خليه مثلا بابليك عادي، لو عاوز تضيف ديسكريبشن هنا تمام. تلاقي هنا هون جيت ريمود اد اوريجين، بس هو ممكن يحصل لنا مشكلة ان هو لازم نعمل ريموف للاوريجين، اللي هو نعمل ريموف اصلا للاوريجين. خلينا جيميناي. اه هو ده، كنت ناسي الكوماند بس. هنعمل ريموف للاوريجين ده، هو اصلا في اوريدي اصلا اوريجين اللي هو موجود اصلا فيه، اللي هو مربوط بحساب جيت هاب اللي هو اصلا اللي انا واخد منه الكلون. لو جيت هنا هتلاقي ساخر ده اللي هو الاساسي مربوط اصلا بيه، اللي هو حاجات جيت وجيت هاب محفوظه فيه. فانا بعمل كلون جديد مثلا، فبقوم انا هنا اعمل ريموف للاوريجين ده. انا عملت ريموف بتاع الريموت، عملت لها ريموف للاوريجين ده. فهنا ببدأ هنا هروح ثانية، انا اتلخبطت ما بين التابات. اه بعمل بقى اد للاوريجين الجديد اللي هو ده ساخر تيست اللي احنا اصلا لسه مكريت الريبو دي. خلاص كده طالما ما جاليش اي حاجه فهو كده اتضافت. نعمل جيت برانش مين، جيت بوش اللي هو ده بنختار البرانش بتاع المين اللي بنضيف دي فيه. فلو جيت هنا هتلاقي لي هنا البرانش مين، وبعدين جيت بوش يو اوريجين مين، هيضيف الحاجات دي على الاوريجين مين. انا بس اللي عملته ايه، اللي هو انا عملت ريموف للريموت اوريجين دي، مسحت الريموف اللي هو عملت خلاص انا كان مربوط بالاوريجين دي. يعني لو هنا بص جيت هتلاقي بس عشان يمكن عشان مثلا ساخر وده ساخر تيست فالدنيا متلخبطه، بس هو اللي عندي كان مربوط بدي. فانا عملت ريموف ليها وضفت اللي هو الاوريجين دي اللي هي ساخر تيست. بعدين غيرت البرانش خليته مين، وبعدين عملت بوش التعديلات اللي انا عملتها على المين.
فبس ده ببساطة اللي انا عملته. لو جيت عملت هنا ريفرش تلاقي ظهر لك ساخر تيست الحاجات اللي انا عملتها. عاوز بقى نفس الفكرة اكريت برانش اضيف كوميت جديد، عاوز انا مثلا عملت تعديل هنا مثلا في الداتا ايرور دوت جيسون مثلا. لا خلينا في هنا عشان الدنيا فانكشن مثلا كلير كاش مثلا. انا عملت فانكشن مثلا جيت اد، عاوز اضيف مثلا كاش دوت جي اس او اعمل جيت كوميت داش ام اد فيت اد فانكشن كلير كاش جيت بوش. بس ده اللي انا عملته. عملت مثلا تعديل عموما، فانا عملت بوش على برانش المين. ممكن برضو لو مثلا في حاجه مثلا برضو في نفس الوقت، بحيث ان احنا ممكن نكريت برانش، نعمل جيت تشيك اوت داش بي ونكريت برانش جديد على حسب اسم الفيتشر اللي احنا هنعملها مثلا. وفي نفس الوقت نعمل بول ريكوست ونفتح بول ريكوست ونميرج على المين. فبس اعتقد ده ببساطه وضحت الفكره بتاعت جيت وجيت هاب، وهبعت لكم برضو الفايل ده. فمش عارف لو في حاجة تانية محتاج اقولها، بس اعتقد خلصت كل الكلام اللي انا اقوله مثلا في جيت وجيت هاب. ان انت تنزل عندك البروجكت وتعمل انيشالايز مثلا البروجكت عندك وترفع الكومنتات وتضيف التعديلات اللي انت عملتها على الريبو بتاعت جيت وجيت هاب. فاعتقد لو حد عنده اي سؤال او اي حاجة ممكن يقول هنا ماشي مفيش مشكلة، او يتكلم يعني يسأل اي سؤال. كان في برضو يعني في كذا سؤال برضو كنت كان حد سأله لي وانا برد عليه دلوقتي حالا يعني. خلاص تعالى نسأل نرد على الأسئلة دي. كان في حد سألني اللي هو الفرق بين الديفلوبر والمهندس، او اللي هو السوفت وير انجينير، او امتى مثلا ابقى عندي انا، امتى اسمي نفسي سوفت وير انجينير وامتى اكون فرونت اند ديفلوبر، او ايه الحاجات اللي انا هتعلمها زيادة عشان ابقى سوفت وير انجينير عموما. عموما الفرونت اند ديفلوبر تركيزه الاساسي على التنفيذ، يعني بياخد الديزاين يحوله ل HTML CSS جافا سكريبت او فيو رياكت او كومبوننت، بيعمل فيتش للاي بي اي، بيعرض الداتا، بيركز على ان اليو اي يكون شكله حلو وشغال على الشاشات المختلفه. بس ده دوره. السوفت وير انجينير تركيزه على النظام، مش بس بيبني شاشه، ده بيبني ابلكيشن كامل يقدر يعيش سنين، يستحمل ضغط، يكون سهل يتطوره. المهندس بيفكر بالاركتكشر، السكيورتي، البرفورمانس، الديزاين باترنز. يعني الحاجات دي برضو بتكون ادفانسد برضو شويه في حته ان انا بس برضو يعني ممكن الديزاين باترن انت بتدرسه برضو في الكليه. في برضو بيحل مشاكل البيزنس باستخدام الكود، مش مجرد مثلا بيلون زرار او بيضيف مثلا كومبوننت ثابت مثلا بيتعمل فيه او حاجه. بيبني انظمه معقده مثلا سيستم اركتكشر. النقله دي بتحصل مثلا لما تبطل تبني صفحات منفصله وتبدا تبني سيستمز، زي التعامل مع الاوثنتيكيشن المعقد، تطبيق انظمه الار بي اي سي اللي هي رول بيزد اكسس كنترول، عشان تتحكم مين اليوزر اللي يشوف ده ايه وامتى، وازاي تحمي الراوتس بتاعتك اللي هو الراوتس اللي فوق بتتغير يعني وكده. البرفورمانس اوبتمايزيشن، الديفلوبر مثلا بيفرح ان الموقع شغال، المهندس بيقيس السرعه. قول له انك اتعلمت ازاي تحلل الموقع وتستخدم تقنيات زي الليزي لودنج، الكود سبليتنج، عشان تعصر البرفورمانس سكور وترفعه مثلا السبعينات لحد 98. ده اللي هو الميتريكس اللي هو حاجات هندسيه او مقاييس. هي دراسة الكمبيوتر ساينس عموما، وانك تدخل تذاكر حاجات زي الداتا فيتشنج باترنز بعمق، تحتك ببايثون مثلا او حاجات ممكن برضو مش حاجات يعني ممكن من حاجات اساسيه، بس مثلا انك تكون مثلا كومبيتيتيف بروجرامنج. حاجات مثلا زي ان انت مثلا حاجات مثلا عموما في الالجوريزمز، داتا ستراكشر، ديزاين باترن، حاجات شبه دي. او مثلا انت مش مجرد ان انت بتعمل المطلوب منك على قد ما انت بتليد الدنيا مثلا بتكونتريبيوت مثلا مع البيزنس ان انت تطلع فيتشر مثلا بشكل معين او بشكل احسن او كده يعني. فبس ده اعتقد ده اجابة السؤال يعني. لو مثلا في حد ما فهمش اي حاجة في اللي فات كله او عاوز يسألني سؤال تاني فتمام معاكم مفيش مشكلة. طب كسبان يا باشمهندس. سامعك اهو. تمام.
يعني هي بتتعمل تدريجيا مثلا، مش فكره ان انا خطوات او كده يعني، بس هي ممكن مثلا ايه، آه زي مثلا مش انا بركز على اليو اي بس، او بركز على الشكل بتاع الصفحه عامل ازاي، على قد ما بركز على الاتنين. انا بركز على اليو اي وبركز على الاداء مثلا، تنظيم البرفورمانس. الكود يعني. اه تنظيم الكود، السيستم اركتكشر. اه. ان انا مثلا بتعامل مثلا في حاجات، لو مثلا ريال تايم داتا، انا بتعامل مثلا حاجات مثلا شبه لو مثلا بعمل لعبه، او مثلا بعمل حاجه زي اونلاين مثلا ايه، كويز مثلا اونلاين، اتنين بيخشوا يلعبوا في نفس الوقت، فده حاجه فيتشر كبيره. او فيتشر مثلا بتكون ريال تايم داتا اللي هو ويب سوكيت، مش بس بعمل ريكوست ببعت داتا بستقبل داتا، حاجات شبه كده. حاجات برضو مثلا زي سيستم بيرفورمانس اوبتمايزيشن، انت تهتم اهم حاجه بالبرفورمانس عموما، اللي هو الوقت الاولي اللي بتحمل فيه يعني مثلا لو جيت فتحت مثلا هنا، يعني بص خلينا مثال عملي، نفتح البورتفوليو عندي، بص الريلود خلص والبروجكت فتح في ايوه. ثانيه. ده بيرفورمانس. انا اصلا كنت عملت فيديو عندي على اليوتيوب ان هو بيشرح البيرفورمانس اوبتمايزيشن، وازاي ان انا وصلت الدنيا دي وعملت الدنيا دي، يعني حامل في ثانيه، حرفيا حامل في ثانيه. فهو ده بيرفورمانس، ان انا يعني بص الصوره دي اصلا هتلاقي مش عارف كام ميجا، هتلاقي كتير اصلا. يعني لو بص جودتها عامله ازاي، ازاي ده حملت في ثانيه، ان انا ضفت الليزي لودنج، خليت كل حاجه ما تحملش، خليت كل حاجه ما تحملش، دي بس اللي حملت لها الاولويه. لو جيت هنا بصيت، عملت هنا مثلا، ده فيديو تقيل، ما حملش في اول ما حملت الصفحه، حمل امتى؟ حمل لما وصلت له، لما وصلت له هنا. نفس الفكره برضه في الحاجات التانية في السكريبت برضه، ممكن لان السكريبت بيتكسر او حاجه زي كده يعني، في لما البرفورمانس يكون وحش، حاجات شبه كده يعني. فبس ده الفكره بتاعت او انت مثلا تذاكر كمبيوتر ساينس عموما، الحاجات اللي هو مثلا حاجات اللي هو مثلا لو انت في قسم سي اس مثلا، في حاجات كتير بتذاكرها مثلا زي الجوريزم، ال ان ال بي، ازاي تتعلم برضو ازاي الاي اي بيتعامل. دي حاجات برضو هتفيدك كبروجرامر عموما، فمش بس ان انت بتطبق الفيتشر اللي موجوده وعلى قدها وخلاص وانت ماشي بتعمل. لو مثلا انت في بلاننج مثلا فيتشر معينه مثلا او حاجه، انت مش عارف تتكلم او مش عارف تقول حاجه، انت ما عندكش حاجه تضيفها، لا طب ما انا بعرف اتكلم، وممكن مثلا اضيف حاجه بتغير مثلا شكل الابليكيشن، والبيزنس برضو يعجب بالاقتراح ده مثلا، وانا بضيف قيمه مثلا، مش بس على قد ما البيزنس يقول لي اعمل الفيتشر دي انا بعملها وبس على كده، لا طب ما هو ده اللي بيفرق بين الديفلوبر العادي والسوفت وير انجينير عموما يعني بس. طب دلوقتي بما اني مش في سي اس ودخلت حاجه تانية، فالالجوريزم مثلا بتساعدك ازاي وبتستخدمها ازاي؟ هو مش بستخدمها قوي على قد ما بتطور المنطق اللي عندي، يعني ممكن برضو انت تذاكرها اصلا مع، هي دي برضو تعتبر من اساسيات البرمجه عموما. الحاجات اللي توبيك الادفانس مثلا، لو دخلت سي اس 50 او على كورس مثلا غريب الشيخ، او الكورسات اللي هي المترجمه الاجنبيه يعني، هتلاقي برضو في شرح فيها الالجوريزمز مثلا، او في مثلا كورسات تانية برضو الجوريزمز، بس انا كنت ذاكرتها في الكليه بس ما اهتم يعني مثلا ايه، ذاكرتها على قد الكليه بس كده برضو، بس هي بتطور تفكيرك كبروجرامر اصلا، مش كفكره ان انت اه. تعملها بس يعني، فاهم؟ مش ممكن ما تستعملهاش بشكل سطحي مثلا في الفرونت اند عموما، لا بس بتطور تفكيرك يعني وكده، فاهمني؟ اه فبس. فاهمك ايوه. تمام ماشي. عفوا عليك. فبس اعتقد ده كل حاجه بالنسبه للسؤال ده مثلا، ولحته الجيت والجيت هاب، وبرضه هرفع بتاع الفيديو ده مثلا على يوتيوب. واعتقد بس كده، مش عارف لو حد عنده اي حاجه يقولها، سؤال اي حاجه، مفيش مشكله اتكلم. خلاص خلينا ننهي على كده، وانا معاكم في اي وقت كده كده، لو اي حاجه وقفت على اي حد يبعت لي وهرد عليه في اي وقت يعني، مفيش مشكله. وبالتوفيق يا شباب، وهرفع اللينك ده الفيديو اللي انا سجلته على يوتيوب،